السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين في الدنيا متابعين، يلا بينا حبايب قلبي قراءة خفيفة ظريفة زيكم يا أغلى الغاليين أغلى الغاليين وانتوا عارفين. عايزة أرحب بكل متابعين المستديمين اللي بينتظروني كل يوم، دعموني بكل حب، وأهلا بكل متابع أو متابعة جدد انضموا للقناة. أهلا بيكم بين عائلتكم الجميلة. هنبدأ قراءتنا زي ما احنا متعودين بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهنستمد طاقة الفيديو من اسم الله الفتاح. بسم الله الفتاح، بسم الله الفتاح، بسم الله الفتاح. طبعا حبايبي عارفين قراءة بتكون من خلال مجموعتين، والاختيار على حسب الحجر شكل الكارت، أول حرف من اسم الشخص اللي في بالك. فلو كان اختيارك على حسب الحجر المصدف، هو مش أبيض، هو ألوان، يعني مزيج كده من الألوان، شايفين؟ حطوا طاقتكم فيه. أو الشكل ده من الكروت، أو لو كان أول حرف من اسم الشخص اللي في بالك دال زال زين ألف غين هاء تاء صاد ضاد قاف لام حاء جيم، فانتوا حبايبي من أصحاب المجموعة الأولى، وبتلاقوا الحروف في صندوق الوصف وفي الكومنت المثبت. أما لو كان اختيارك على حسب الحجر الأزرق أو الشكل ده من الكروت، أو لو كان أول حرف من اسم الشخص اللي في بالك باء خاء راء شين فاء عين ميم طاء ظاء نون ياء ثاء سين كاف واو، فانتوا حبايبي من أصحاب المجموعة التانية، وهتلاقوا الحروف في صندوق الوصف وفي الكومنت المثبت إن شاء الله. ويلا بينا نبدأ مع حبايبي الغاليين أصحاب المجموعة الأولى اللي اختاروا الحجر المصدف والشكل ده من الكروت. وبأول حرف من اسم الشخص اللي في بالك اختار المجموعة اللي فيها أول حرف من اسم الشخص. ما تلتفتش خالص لحرفك لو انت من الناس اللي الموضوع ده بيعمل لك مشكلة. واسمع القراءة، لقيت الطاقة منطبقة كمل قراءتك، مش منطبقة رجاء اسمع المجموعة التانية. ويلا نقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصحاب المجموعة الأولى، بسم الله. أصحاب المجموعة الأولى، أنا عايزة أقولك إن الشخص ده كان منتظر شيء قادم ليه، وكان منتظره بكل شغف، وكان بيعتبر الشيء القادم ليه ده هيكون سبب بداية قوية أو ازدهار أو نجاح أو إثبات لذات أو قدرة من خلال الأمر ده إنه يخطو خطوات جديدة في حياته أو يقدر ياخد قرارات وكان بيتمنى إنه ياخدها. ولكن كأن الشخص دوت انتظاره طال لدرجة إن هو حاسس إنه طول فترة الانتظار كل ما بالطول كل ما هو بيخسر وقت، بيخسر طاقة، بيدخل في طاقة هو مش حابب إنه يدخل فيها، وهي حالة اكتئاب، حالة حزن. ولذلك انا شايفه ان الشخص دوت بيفكر جدا ان ياخد خطوات ويتوقف عن الانتظار، يعني ينهي امر معلق في حياته بانه ياخد قرار. المشكله هنا مش في انه ياخد الخطوات دي، ولكن المشكله هنا انه ياخد القرار الصائب، القرار الصح، لان الشخص دوت واضح انه مجبر انه يمشي في طريق من اتنين، او يختار شيء من بين شيئين، او شخص من بين شخصين. يعني لازم يختار حاجة واحدة ويترك لأجلها الحاجة التانية. هو بكل ما فيه مستعد، لأن هو اكتشف واتأكد إن الانتظار بيضيع منه الفرصة أو الشيء اللي هو نفسه فيه. ولكن كأن الشخص ده كل ما بيجي للوقت الجد اللي المفروض ان ياخد فيه القرار او ياخد فيه الخطوة، احيانا بيشعر بخوف او بيكون متردد، بيكون محتار، مش عارف يا ترى
هل النتيجة هتكون مرضية ليه زي ما هو متخيلها ولا هتكون العكس؟ شايفة ان الشخص ده مش مرتاح ومش راضي ابدا ومش مبسوط عن الوضع القائم في حياته، وتحديدا بسبب اشخاص محيطين بيه. ممكن يكونوا اهل، ممكن يكونوا اصدقاء، شركاء عمل، زملاء، ممكن يكون طرف اخر، زوج او زوجة او طليق او طليقة، مش مبسوط خالص بسببهم او بسبب تواجدهم المفروض عليه في حياته. طيب كونهم مفروضين عليه في حياته بيجبروه على شيء او بيحرموه من شيء، اجبروه انه ياخد قرارات تجاهك، وكأنه كان متخيل ان القرار اللي خده تجاهك، وهو غالبا قرار الانفصال او البعد او انه يحرمك من شيء او يعطيك ظهره او يتجاهلك، ايا كان القرار اللي خده تجاهك، هو كان قرار مؤذي ليك. هو في الوقت الحالي مؤذي ليه، ولكن وقت ما كان بياخد القرار كان عامل اعتبار لاشخاص في الوقت الحالي هو في اشد الندم، لانه حس ان هو ترك الغالي او ترك الشيء اللي كان المفروض يحافظ عليه لاجل شيء اخر هو مش بيمثل له اي شيء. شايفه ان هو افتقد احتياج لمشاعر، احتياج لانه يكون قوي او قادر او عنده امكانيات تخليه يقدر يخطو الخطوه اللي هو بيرتب. هو الوقت الشخص ده بطاقته اللي قصادي في مرحله ترتيب لايه؟ للقرار اللي عايز ياخده. المانع بينه وبين اللي منعه انه ياخد القرار ده خوفه من النتيجة. وكأن الشخص ده بكل ما فيه لما خد قرار البعد عنك او انه فضل عنك حد او انه تجاهل طريقته، يعني طريقته معاك كان فيها تجاهل او عدم وفائه بوعوده معاك، كان وقتها متخيل ان ده كان القرار الصح والقرار الصائب اللي هيخليه يعيش حياته كلها مرتاح وراضي ومستقر، ولكنه اكتشف مع الوقت انه كان قرار غلط. فهو دلوقتي خايف من قراراته، خايف من خطواته، ولكن هو كل حاجة فيه بتدفعه ليك، بتدفعه لانه يجيلك. ولكن في هنا طاقة أنثوية وظاهرة بشكل قوي جدا، طاقة أنثوية مع الشخص ده ملازماه من بداية حياته أو من بداية علاقته معاك إلى اللحظة اللي انت بتسمع فيها القراءة دي. وأنا شايفة ان هو مش عامل ليها اعتبار خوفا عليها أو خوفا على مشاعرها أو احترام ليها وتقدير ليها، خوفا منها. فإما الطاقة الأنثوية دي أم أو زوجة أو طليقة أو رجل يحمل صفات أنثوية وله القدرة إنه يفرض رأيه أو يتعامل مع شريكك بطريقة فيها فرض سيطرة أو مساومة، أو إنه عايز مثلا يقود شريكك. وكأن الطاقة الأنثوية دي دورها الوحيد في حياة شريكك إنه يخليه مش مبسوط ومش سعيد، وإنه دايما يعيش حاسس إنه دايما في طاقة احتياج. ولكن هو أكتر شيء محتاج له دلوقتي، محتاج للمشاعر اللي كان بيعيشها معاك، ومحتاج ليك أنت بكل ما تحمل الكلمة من معاني، محتاج ليك بكل شيء أنت كنت بتقدمه ليه، محتاج ليك عشان يصلح أخطائها في حقك، محتاج ليك عشان يحس إنه قادر ياخد قرار في حياته أو إنه شخص مسؤول عن نفسه. طيب أجي لطاقتك أنت يا صاحب المجموعة الأولى. والله أنا شايفة إن أنت بكل ما فيك من حب للشخص ده، بكل ما فيك من مشاعر للشخص ده، إلا إني شايفاك كأنك مش مصدق اللي أنت فيه، أو مش حكاية إنك مش مصدق اللي أنت فيه، أنت كأنك كنت متوقع إن أي خلاف ممكن يحصل بينك وبين الشخص دوت عادي، إلا إنه يضحي بيك أو يتخلى عنك. وكأن أنت مش قادر تتخيل ليه؟ لأن أنت في بينك وبين الشخص ده ذكريات كانت كافية بالنسبة لك انك تكون قاعد مكانك ومطمن وتقول انا اللي بيني وبينه من حب يخلينا استحالة نأذي بعض او نضر بعض او نوجع بعض بالبعد. ممكن نختلف، ممكن ننفعل على بعض، ممكن نعاند في بعض شوية، نتحدى بعض، اما ان الشخص ده بكامل ارادته يديك ظهره ويبعد وكأن انت اصلا ما كنتش في حياته، ده بالنسبة لك شيء كأن انت في حالة ذهول، مصدوم، مش قادر، يعني ما عندكش اسباب
الشخص دوت مشى وما ادكش اسباب لمشيه، او ابتعد دون يعني حتى ما كانش فيه مشكله، يعني جايز ما كانش فيه مشكله، او حتى وان كان فيه مشكله ما كانش فيه المشكله الكافيه اللي تخليك تشوفه من حقه انه يبعد. ولكن ده الشخص دوت للاسف ابتعد حتى من غير ما يحاول يحافظ على مشاعرك، يعني حتى ما قفلش الباب وراه بالراحه، عارفين؟ لا، ده كانه قفل الباب في وشك ومشى. فجاه نمت صحيت ما لقيتوش. منكم اشخاص حاولت تتواصل عشان تفهم، ما ردش، مكالمات ما بيردش عليها، رسائل ما بيردش عليها، بلوكات اتعملت ليك. ولكن اللي انا شايفاه ان العلاقة دي علاقة من العلاقات اللي فيها اختلافات كتيرة. يعني اللي منكم اشخاص بتسمعني في المجموعة الاولى، انتوا كنتوا من علاقات، او انتوا عارفين ان انتوا في علاقة توائم، لان في اختلافات قوية جدا في العلاقة دي. ولكن رغم الاختلافات، رغم الصعوبات، رغم ان كان في طرف منكم مقيد جدا، الا ان كان في انطلاقه وكان في سعاده وكان في استعداد. المشكله هنا اللي مخلياك متأذي يا صاحب المجموعه، لان كان في استعداد من الشخص ده. طب فين الوعود؟ فين القوه؟ فين الحياه او التخطيط او اصرار الشخص ده على انه يثبت ان هو قادر يفك القيود دي، وانه يقدر يعيش معاك ويبتدي معاك بداية قوية تكونوا انتوا الاتنين فيها كأنكم كده يعني اسعد اتنين ربنا خلقكم على وجه الارض. ولكن للأسف على قد ما انت ما عشت مع الشخص دوت لحظات حلوة ومشاعر حلوة، على قد ما انت مصدوم وزعلان. انت زعلان قوي من الشخص ده، زعلان من الطريقة اللي رفضك بيها، زعلان من الطريقة اللي فضل بيها حد عنك، زعلان بالطريقة اللي مشى بيها، رغم ان انت كنت متخيل ان الشخص ده مهما كان يحصل بينكم من خلافات، الا ان في شيء قدري بيجمعكم، او في حظ، او في حاجة كده كانت عمرها ما تسمح للعلاقة دي انها تنتهي الابد، وان كل واحد فيكم يبدأ يبحث عن ذاته. لذلك انا شايفة ان انت خلاص كأنك بتقول انا خلاص لازم افك القيود دي، ولازم ابدأ بداية سعيدة، ولازم اتخلص من الذكريات اللي دايما بتخليك تراقب وتتابع ومش قادر تعرف ايه اللي المفروض انك تعمله. فانا شايفة ان منكم اشخاص بتسعى لان هي تنطلق، تسعد، تفرح، تعيش حياتها، تكمل شيء هي توقفت عنه لأجل العلاقة دي. ولكن إلى الآن ما زلت زعلان، طاقة زعل رهيبة مؤثرة عليك يا صاحب المجموعة الأولى. طيب تعالوا ناخد رسالة ليك. بسم الله. رسالتك يا صاحب المجموعة الأولى بتقول لك حماية ثمار جهودك. انت اشتغلت على شيء واجتهدت وتعبت، وكان عندك استعداد انك تتحدى اكتر واكتر وتتحمل من الصعوبات، وكان عندك قدرة انك تنتظر لاجل امور كتير. فبلاش تضيع كل ده. يعني حاول ان انت تحافظ على طاقتك، حافظ على مستوى معين انت وصلت ليه. يمكن انت توقفت عن شيء بسبب وجود الشخص ده في حياتك، او حزنك على الشخص ده قادر يخليك تقف بسبب طاقتك المنخفضة، او حزنك او زعلك على نفسك، او ان انت فقدت الامل في ان اي شيء بتسعى ليه ما بيحصلش. لا، ما تضيعش تعبك. مش عشان انت ما قدرتش توصل لشيء في حياتك تعتبر ان حياتك كلها ضاعت. حافظ على المتاح، حافظ على الموجود ونميه، عشان تقدر خلال فترة معينة توصل لان انت تحقق جزء من احلامك. ما بنقولش ان احنا لازم نحقق احلامنا كلها، ولكن كونك تحقق جزء من احلامك وتحافظ على اللي انت حققته، ده في حد ذاته النجاح انت المفروض تكافئ نفسك عليه. تعالوا نشوف مشاعر الشخص ده ليك في الطاقة الحالية صاحب المجموعة الأولى. بسم الله. الشخص ده بيحبك جدا، ولكن على قد حب الشخص ده ليك على قد كرهه لأي حد كان وجوده سبب في إنهاء علاقته بيك، لمجرد إنه يبدأ معاه علاقة أو يحافظ على علاقته بيه.
طيب بصوا بقى، الشخص دوت بيحبك، وبيحبك جدا جدا جدا، وبيراقبك وبيتابعك، وكل ما فيه بيخطط لحياته القادمة معاك انت. وكأن الشخص دوت نفسه ينهي وضع او ينهي علاقة او يخرج من علاقة، حس ان هي وصلت الى مرحلة وكأنها طريق مسدود، وهي علاقته بالاطراف الاخرى اللي في حياته، او بالطرف اللي في يوم من الايام كان بيعتبر بعده عنك سبب لحماية ليه او استقرار. يعني كأن الشخص ده شاف ان هو ركز في انه ازاي يحمي علاقته بالطرف الاخر ايا كان هو ايه، او يحمي استقرار معين، او يوصل لاهداف معينة. فكان شايف ان وجودك عائق، مش لان انت مسبب له مشكلة، ولكن وجودك هو اللي هيضعه في مشكلة او هيضعه في ازمة. لذلك انا شايفاه على قد ما بيحمل ليك حب، على قد ما بيحمل كره لكل شيء كان سبب انه ياخد القرار ده، وانه كان مسبب له ضغط نفسي، او كان بيفكر بطريقة ممكن يكون كان بيستسهل، ممكن يكون كان من وجهة نظره ان هو كان مسؤول انه يحافظ، او مسؤول انه يوصل بعلاقة لوضع افضل، او يحافظ حتى على الوضع الحالي ليها. فشاف ان البعد عنك حماية. الشخص دوت على فكرة مشاعره كلها بتقول ان بعده عنك كانت حماية ليك وليه من اطراف اخرى، وكأن انت كنت مرفوض، او كأن انت كان وجودك هيأذيك وهيأذيه، لان الشخص ده شاف ان الشخص اللي خطط لبعدكوا عن بعض، او تخطيط شريكك لبعده عنك للحفاظ على شخص، فهو الوقت في عينه شيطان، فهو ندمان اشد الندم، ندمان زعلان، وكأنه زعلان من نفسه بسبب موقف اخده تجاهك، او كلام قالهولك، او تصرف كان غير متوقع منه صدر ليك، وكأنه حسسه او حسسك ان انت سهل تتباع، او سهل يتضحى بيك. ولكن هو حس ان الموقف ده ما اذاكش قد ما اذاه، لانه وضعه هو دلوقتي في مأزق، والمفروض انه ياخد قرار او يوجد حل للخروج من المأزق ده. الشخص ده على فكرة مشاعره تجاهك، ولكن في شعور بالخوف او بالقلق ملازم الشخص ده، بسبب ان هو عنده مشاكل كتير جدا هو مش قادر يحلها. امور ممكن تكون امور مادية، ممكن تكون خلافات مع الاشخاص اللي في حياته او المحيطين بيه، والخلافات او الامور المادية دي او الازمات اللي بيمر بيها مسببه له حالة من التشتت، وبالتالي عنده احساس انه عاجز. لذلك هو شايف ان الحل الوحيد لازم يتوقف عن الانتظار، ولازم ياخد القرار اللي هو مش عارف يا ترى نتيجته ايه، وهتاخده لفين، وهتوديه لفين، وهتوصله لفين، ويا ترى انت ردك عليه هيكون ايه. الشخص دوت بكل ما فيه من مشاعر بيعترف ليك ان هو خيب كل توقعاتك فيه. يعني كل شيء انت كنت متوقعه منه، انه ينصرك، ان هو يزود الايجابيات في العلاقة دي، انه يرسم العلاقة، انه يوفي بوعوده، كل دي كانت اوهام، او خلاك شفتها ان هي كانت اوهام. الشخص ده شاف ان انت حاولت تصلح كتير، وانت كنت على قد ما كنت بتصلح كان هو بيهد، انت بتبني وهو بيهد. الشخص ده مش قادر ينسى كل الذكريات الحلوة اللي بينك وبينه ابدا، وكأن تركيزه عليك في الوقت الحالي رغم وحدته وبعده عنك اصبح اكتر مما كان تركيزه معاك وقت ما كنت معاه. يعني كأنه بيقول لو كان ركز عليك ومعاك بنفس الطريقة دي وانت متواجد، انت مهما كان واجهكم من صعوبات انت كنت هتستمر في انتظارك ليه، او تحملك للاختلافات او الصعوبات اللي انتوا كنتوا مع بعض فيها. الشخص دوت نفسه يكمل حياته معاك، ونفسه يستقر معاك، ونفسه يشوفك انت الطرف الاخر في حياة فيها استقرار، او فيها اهداف تتحقق على المدى البعيد. الشخص ده كأنه في ظل الطاقة الحالية كل مشاعره مرتبطة بيك، خوف انه ما يكونش معاك، قلق انه ما يقدرش يخرج من الازمات والمشاكل والاختلافات اللي فيها، حنين واحتياج وشغف
ليك بطريقه لا تتخيلها، ذكريات مش قادر يتخطاها، وكأن الشخص دوت في لحظه ما كان بيدعي ربنا بكل ما فيه، اما ينساك بشكل كامل وكأنك ما دخلتش حياته، او ان الظروف والايام والقدر يجمعكم مع بعض بشكل لا نهائي. في تخاطر، في تواصل روحاني بينك وبين الشخص ده، في رفض وغضب وعدم راحة لأي شخص ممكن يقف بينك أو بينه وبين بدايته معاك. الشخص ده نفسه يقدر يقف يحميك ويحمي العلاقة، ولكن مشكلته هيحمي العلاقة ويحميك من ايه ولا ايه ولا ايه. عارفين في اكتر من مشكلة الشخص ده بيفكر فيها، ولكن هو شاف ان آن الأوان للمواجهة، وكأنه شاف ان الانتظار والاستسلام وانه يحاول يحافظ على كيان او على مستقبل او على استقرار، كل ده كان شكل فقط، ولكن النتيجة ان اللي كل المحيطين بيه استفادوا هو الوحيد اللي للأسف خسرك، خسر حنيتك، خسر احتوائك، خسر شخص كان بيقويه او بيدعمه. انت كنت بالنسبة للشخص ده يعني شيء بيهون عليك كل حاجة صعبة، فكنت داعم ليه بكل ما تحمل الكلمة من معاني يا صاحب المجموعة الأولى. أصحاب المجموعة الأولى، أنا عايز أقولك إن الشخص دوت شايف إن أي شيء ممكن يقدمه لك مهما كان في يوم من الأيام صعب، إلا إنه ده شيء بسيط جدا قصاد الألم والوجع اللي انت اتوجعته بسببه. الشخص دوت عارف إن هو أذاك وأذى نفسه، عارف إن هو ظلمك وظلم نفسه، وكأن هو شايف إن انتوا الاتنين دفعتوا تمن وضع اتفرض عليه انت ما كنتش المفروض أبدا إنك تدفع تمنه. الشخص ده في كلام كتير عايز يقوله لك، عايز يعترف، عايز يتكلم، ولكن شايف ان الوقت بقى حتى الكلام معاك صعب، لانه حاسس ان انت بدأت تحمي نفسك منه، بدأت تقوى، بدأت تكون نفسك، بدأت تعتمد على ما تمتلك حتى وإن كان قليل، بدأت ترضى بوجع وألم انت ما كنتش بتتحمله في يوم من الأيام. فانت ثقتك بنفسك زايدة قوي في الطاقة دي، هو شايفك كده، شايف ان انت بقيت مستغني، شايف ان انت مركز على حياتك، شايف ان انت بكل ما فيك رافض أوضاع في الوقت الحالي ما ينفعش تقبلها بعد ما كنت بتقبلها في يوم من الأيام، شايف ان انت الحب الحقيقي وانت الشيء الصادق الوحيد اللي هو قبله، انت الوحيد اللي كنت بتمنح بدون أسباب أو بدون ما تنتظر منه أي شيء، ولكن شايفك بكل ما فيك بتتعامل معاه كأنك بصوا الكارت ده هنا، هو شايف ان انت ظاهريا رافع سيوفك وقافل كل الابواب وكأنك بتحافظ على قلبك منه، ولكن الجانب الاخر منك بينتظره بكل حب، بينتظره او مفيش جواك الشيء اللي الى الان كرهه، ولكن في الشيء اللي جعلك تتحول من الشخصية دي للشخصية دي. هو خايف من دي ونفسه انك ترجع للشخصية دي، وان البلوكات تتفك، وان الرفض يتحول لقبول بكل ما فيه، وان البعد يقرب، يعني لو في مسافات بينكم تقربوا لبعض، لو في اختلافات تتحل، لو في صعوبات تقدروا تواجهوها انتوا الاتنين مع بعض. شايف ان انت شخص مكتمل مش ناقصك حاجة، وان انت لما كنت بتصبر وتتحمل لأجله مش لان انت محتاج له، ولكن لان انت حبيته. هو شايف ان انت في الطاقة الحالية او احساسه بيك ان انت اخدت دوره. الشخص دوت اول ما انت اتعرفت عليه او انت كنت رومانسي قوي كان هو عملي قوي، فانا شايفة ان الوضع اتبدل، هو الوقت رومانسي جدا، محتاج لك بكل ما فيه من مشاعر. الشخص ده بيفكرش بعقله، الشخص دوت الحاجة الوحيدة اللي بيفكر بيها بعقله ازاي يكون معاك ويعوضك عن اللي عمله فيك، ويرفض الاشخاص اللي رفضك بسببهم. وانت في الطاقة الحالية بعد ما كنت شخص رومانسي، لا انت شخص عقلاني جدا وبتفكر بعقلك وبتفكر ازاي تبتدي بداية تحميك من انك تكون متواجد في اي علاقة فيها ايذاء ليك او فيها تقليل منك او فيها نوع من انواع التضحية او التنازل اللي يخليك شخص ضعيف او طرف ضعيف في اي علاقة ايا كانت هي ايه.
ملايكة بتقول لكم والله في تغيرات إيجابية، وفي اكتمال أو لم شمل أو امتنان لربنا على شيء هيحصل خلال عام من سماعك القراءة دي. في طريق هتمشي فيه وكأنك هتشوف نفسك في المراية بصورة جديدة بنسختك الجديدة مع من يعشق قلبك يا صاحب المجموعة الأولى، وكأنك هتوصل وتقول ياه أخيرا، ده أنا ما كنتش متخيل، ده أنا كنت شايف إن الأمر صعب. هو صعب والأمر مش سهل، ولكن بحمايتك لطاقتك ولجهودك والاستمرارك على ان انت تكون شخص قوي وشخص داعم لنفسك قبل ما تكون داعم لأي حد، هيكون في مردود إيجابي ليك ولحياتك عموما خلال عام من سماع القراءة دي إن شاء الله أصحاب المجموعة الأولى. طيب تعالوا نشوف القادم. انت ليك حقوق رايحة هتجيلك، يعني حتى وإن كان بعيدا عن العلاقة دي انت حسيت ان انت ليك حد اخد حق من حقوقك رجعالك. القادم والله انا عايزه اقول لك ان الشخص دوت، صدقني واسمع اللي انا بقوله لك، بالقرار اللي الشخص ده بيخطط ليه في الطاقه الحاليه وهيسعى لتحقيقه، لانه هيسعى لتحقيقه ايا كان هو ايه، المهم ان نتيجته تكون الوصول ليك باي شكل من الاشكال. بالقرار ده الشخص ده فعلا اخد قرار صح، ويمكن لأول مرة في حياة الشخص ده هياخد قرار صحيح هيدعمه وهيقويه وهيخليه يشوف نسخة جديدة منه قادرة على التحدي، قادرة على المواجهة، قادرة على اتخاذ قرارات، وهتمنحه ثقة جديدة في انه شخص يقدر يحدد هو عايز ايه بعد ما فقد ثقته بنفسه لما خد قرار بعده عنك. لان كل الامور اللي كان عامل ليها اعتبار اكتشف ان هي ما كانتش صح، الاعتبارات كلها كانت غلط، النتائج اللي كان منتظر يحصل عليها او يوصل لها بتركه ليك لان هي كلها كانت ضده وما كانتش في صالحه. فكأن بدايتك مع الشخص ده او عودة الشخص ده ليك ايه اللي هتحصل، لان في بداية ممكن، واللي انا متأكدة منه ان الشخص دوت هيجيلك، هو عايز يجيلك بعد ما ينهي ويبدأ ويتخطى ويحل أزمات، ولكن لا، الشخص دوت هيجيلك وهو ما زال في حياته عقبات وصعوبات ويتواصل معاك، وكأنه هيقولك أنا قررت أعمل شيء معين أو أحقق شيء معين، ولكن إلى الآن أنا ببحث عن الطريق أو الطريقة أو الأسلوب أو الشيء اللي يدعمني ويقويني ويخليني أوصل بخطواتي دي لشيء هادف، يعني يوصل للهدف اللي هو بيسعى ليه. وكأن انت هتكون مطالب ان انت تاخد قرار مع الشخص ده او تعطيه قرارك في اما ان انت تكمل معاه وتوصلوا بالعلاقة دي للترسيم، او ان انت تمنحه وقته، وكأن منكم اشخاص تقولوا طيب هنوقف التواصل وكمل وشوف هتقدر ولا لا، لان انتوا ما عادش عندكم استعداد تدخلوا في تجارب مع الشخص ده تاني. ما ترجعليش عشان تجرب ان كنت هتقدر ولا لا. انت لما انا كنت معاك وده كأنه صوت حالكم، كأنك انت هتقول له او بتقول دلوقتي بينك وبين نفسك وانت بتسمعني، طب ما انا اديته قبل كده فرصة واثنين وثلاثة وكان في كل مرة بيبيعني لانه ما كانش بيقدر ياخد القرار. فكأن انت هتقول له لا، اقطع التواصل، انت عارف ان انا بحبك وانت وانا عارف ان انت عايز تعمل ده لاجلي، فخد وقتك وخد مساحتك وانهي كل مشاكلك وتعالى وهتلاقيني منتظرك. فسواء انت هتعمل كده او هتتقبله، فالشخص ده فعلا اخد القرار بانه يكون معاك، لان الشخص ده بكل ما فيه تعبان ومش مرتاح في بعدك يا صاحب المجموعة الاولى. فانت هتكون يعني ليك تأثير، انت مش هتكون، انت فعلا
وجودك في حياة الشخص دوت كان له تأثير إيجابي جدا، حتى وإن كان بشكل بطيء جدا، ولكن أنت أثرت عليه تأثير إيجابي هتخليه ثقته في نفسه هتزيد، هتخليه يتأكد إن أحيانا تقبل الأمور أو الاستسلام ما بيكونش في صالحنا. لا، في امور بتتطلب منا المواجهه والدفاع واخذ قرارات، حتى وان كانت لفتره هتحتاج منا مجهود، مفيش مشكله. ايه المشكله؟ ان احنا نتعب شويه لكن نوصل اللي احنا عايزينه، وهو ده اللي انت علمته للشخص ده. طيب تعالى رسائل الملائكه. الثقه. انت فقدت ثقتك في الشخص ده، هو الوقت فقد ثقته في نفسه ومحتاج انه ثقته لنفسه ترجع، وكأن ثقته مش هترجع لنفسه غير إذا قدر يحصل عليك ويصالحك ويرضيك وتكونوا مع بعض من جديد. وكأن الملائكة بتقول لك ما تقلقش، هيقدر يكسب ثقتك من جديد وهيقدر يصالحك ويكون في تصالح ويكون في علاقة قوية جدا، ولكن هي محتاجة ايه؟ محتاجة ان احنا نصبر على التحديات ونحمي ثمار جهودنا، ويكون عندنا قدرة على الدعم نفسنا ودعم الآخرين، وتكون مستعد لأي صعوبة هتواجهك. لأن أنا قلت لك الشخص ده هيجيلك وعنده مشاكل، هيجيلك وهو لسه بادئ يخطو خطوات نحو الهدف الأساسي، وهو إنه يكون معاك. فأنت على قدر صبرك وعلى قدر تحملك للتحديات دي وعلى قدر يعني قدرتك على الانتظار، هتكون النتيجة انكم تكونوا مع بعض اصحاب المجموعة الاولى. وبكده حبايب قلبي قراءتكم تام. تعالوا نشوف الابراج اللي ظهرت معانا. دلو، ميزان، عذراء، جدي، حوت، عقرب، قوس، اسد، جوزاء، سرطان، الطاقات الهوائية ميزان وجوزاء ودلو، والترابية ثور وعذراء وجدي. الابراج المائية عقرب واسد، عقرب و راحوا من بالي، عقرب وسرطان وحوت. جدي تاني، عذراء، برج الحمل. ودي كل الابراج والطاقات اللي ظهرت معانا اصحاب المجموعه الاولى. وبكده حبايب قلبي قراءتكم تم. اتمنى يا رب ان الطاقه تكون وصلت لاصحابها والقراءه مرضيه ليكم. بحبكم من كل قلبي، بتمنى لكم الخير والسعاده والهنا وراحه القلب والبال. هوقف الفيديو واروح لاصحاب المجموعه الثانيه. اهلا بيكم حبايب قلبي اصحاب المجموعه الثانيه، واللي كان اختياركم على حسب الحجر الازرق او الشكل ده من الكروت، او لو كان اول حرف من اسم الشخص اللي في بالك باء خاء راء شين فاء عين ميم طاء ضاء نون ياء ثاء سين كاف واو. طبعا انتوا عارفين، بسيب لكم الحروف في صندوق الوصف في الكومنت المثبت. اسمع القراءه مادام اول حرف من شريكك فيها حسيت ان الطاقه ماشيه معاك كمل القراءه، مش تمام فارجع للمجموعه الاولى جايز تلاقي طاقتك فيها. يلا نقول بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله. طيب مبدئيا كده انا هقول لك كلمة، لو الطاقة دي تخصك هتحس ان انا كلمتي صح.
انت حاسس ان الشخص دوت بيراهن عليك، بيراهن على صبرك، بيراهن على عدم قدرتك على تحمل بعده. طيب ليه انا بقول الكلام ده؟ لان انا قصادي شخص اصحاب المجموعة التانية هو عتيق ظهره ومنغمس في حياته وعايش حياته بشكل كامل، يعني بكل الطرق. شخص عنده مسؤوليات وعنده التزامات وعنده حياته العملية، وشخص مادي لأبعد أبعد أبعد الحدود، وشخص من الناس اللي ممكن نقول عليها ناس مخادعة أو مكار، أو شخص مستغل وعنده استعداد إنه يخطط ويرسم، وإنه لما يقول الكلمة عارف إيه اللي هيوصل ليها من وراها. يعني اللي أنا عايزة أقوله لك إن الشخص ده ما مش بيقول لك كلمة صدفة، ولكن دايما بيكون كلامه مقصود من وراه شيء، إما إنه يفهمك حاجة وإنت المفروض تفهم ما بين السطور، أو إنه يحصل من خلالك على شيء. فهو مش سهل، لا، ده هو عطيك ظهره وعارف إن إنت راجع، عطيك ظهره ومنتظرك، عطيك ظهره ومنغمس في حياته، قايم بمسؤولياته وبيرضي نفسه وبيرضي المحيطين، وسايبك انت تعاني وعارف ان انت بتعاني. ليه عارف انك بتعاني؟ لانه عارف ان انت بتحبه، وعارف ان انت مهما اظهرت قوتك الا ان انت ضعيف من غيره، وان انت ما حبيتش حد في الدنيا غيره، وان انت لو بتتمنى شيء من الحياة ما بتتمناش غيره. الحاجة الوحيدة اللي بتأذيه طول بعدك، لان الشخص ده بيراهن عليك كل يوم ان انت بكرة هتكلمني، بكرة هتبعت رسالة، بكرة هتتصل، يجي بكرة وانت ما تجيش. فلما يجي بكرة وانت ما تجيش يشيط، يتغاظ، يتضايق، يحس ان في حاجة كده بدأت تتغير، في حاجة مش طبيعية بتحصل. ايه ده؟ امال انت فين؟ انت ما انتش بتضعف ولا ايه؟ هو انا ما عادش ليا تأثير عليك؟ هو التخاطر ما بيجيبش نتيجة؟ هو الجذب ما بيجيبش نتيجة؟ هي ويبدأ يكلم في نفسه، ولكن متماسك. شخص اتعود يتبع خطط واستراتيجيات في حياته مع المحيطين بيه. الشخص ده وارد جدا ان هو ما كانش كده، يعني ممكن يكون هو كان شخص طبيعي ما بيتبعش اساليب، ما بيتبعش خطط، ما بيتبعش اسلوب المكر والخداع والتلاعب للوصول لاهدافه، ولكن كأنه عاشر اشخاص كانت بوشين، اشخاص نرجسيين، فبدأ يتطبع بطباعهم وجي يبص لقى ان الطريقة دي سهلة قوي في الوصول لأهدافنا. ايه ده؟ ده طلع الكذب اسهل من الصراحة، ده طلع التلوين اسهل من الوضوح، ده طلع الغموض والتلاعب بيأثر الطرق الطويلة وبيوصلنا اللي احنا عايزينه. فايه المانع ان احنا نستغله ونستخدمه كوسيلة للحياة للوصول لجميع غاياتنا؟ فهو كأنه تعود على كده. لذلك هو آه منتظرك، منتظر انك تفتح الباب اللي اتقفل بينك وبينه، منتظر ان الشخص الوفي، الشخص النقي البريء اللي بيعيش عمره كله طول ما هو بعيد عنه يدعي ربنا يا رب قربوا ليا، يا رب اجعل انتوا قلتوا له انتوا بتعملوا ايه؟ ما انت تحب لكن ما تروحش تقول اللي بتحبه ده انا كنت بصلي وبدعي ربنا ان انت ترجع لي، ده انا كنت ببكي بدل الدموع دم واحنا منفصلين، ده انا تركت وسبت وخسرت بسبب ان انت مش موجود في حياتي. انت غلط، اللي عمل منكو كده غلط. ما هو ده اللي خلاه ضامن، ده اللي خلاه شايف ان انت مهما طالت او مهما قويت هتضعف. لذلك هو منتظر الضعف ده، وطول ما انت ما بترجعش هو اللي بيتضايق، هو اللي بيتنرفز، هو اللي بيتعصب. طب هل عصبيته ونرفزته في ظل الطاقة اللي انا شايفاها دي ممكن تخليه يرجع لك؟ لا، هيخطط لخطط جديدة. فهمك، حافظك، عارفك، بيحللك وبيدرسك حتى وانت بعيد، يعني الى الان ما زال بيحللك وبيدرسك،
وبيفسر كل كلمة بتكتبها، كل صورة بتنزلها، كل أغنية. لو انتوا متفاعلين على السوشيال ميديا، عارف ان انت بتختفي، وعارف ان انت بتظهر في اوقات معينة، عارف ان انت محتاج له، وعارف ان انت منتظره، عارف ان انت ليك حقوق عنده، وما عندكش استعداد انك تتخلى عن حقك اللي عنده، او ان انت متمسك بشيء معين وما عندكش استعداد انك تتخلى عن الشيء اللي انت متمسكه، وان انت في وقت ما هترجع مش هترجع رجوع سهل. هترجع من نفسك، ضعفك هيرجعك، احتياجك هيرجعك، رغبتك هترجعك، ولكن هترجع عشان تفضل تطلب منه الشيء اللي هو حرمك منه، او اخده منك، حرمك منه او اخده منك، او ما التزمش معاك بيه. يعني هل هو عارف انت ليك حقوق؟ طبعا عارف انت ليك حقوق، عارف ان انت شايف ان انت صح، عارف ان انت شايف ان انت صح، وعارف ان انت مغلط، عارف كل حاجة. واحيانا بيشعر ان انت رجوعك مش هيكون احتياج لحضنه، ولكن احتياج للشيء اللي هو اخده منك. وكأن الشخص ده يعني اتحول من بني آدم لشيطان، مع اكتر انسان اتعامل معاه بإنسانية. انت اتعاملت مع الشخص دوت بإنسانية عالية قوي. يعني انت ايه، انت ايه، انت مقيد بيه ومشيت، ولكن انت سايب له حتة منك، سايب له اطفال، سايب له قلبك، سايب له عمرك، سايب له اموال شقة عمرك سبت. انت سايب للشخص ده بين ايديه شيء انت كنت شايفه ان ده الامل في ان انت حياتك تكون مستقرة وسعيدة، وتقعد كده وتقول انا خلاص حطيت رجل على رجل، انا كل احلامي اتحققت. ولكن هو اخد منك كل حاجة. الشخص ده خدعك لدرجة ان انت مع اول مرة شفت الشخص ده او مع بداية العلاقة انت اعتبرت نفسك محظوظ ان ربنا وضع في طريقك شخص زي ده، شخص بقى ابن ناس، مستوى مادي، شياكة، سخي، كريم، مهتم، بيحب. رسايل كنت بتمل من كتر الرسايل، بتمل من كتر الهدايا، ولو ان اللي زي ده ما يجيبش هدايا، اللي زي دوت ياخد هدايا بس. فقدر يخليك تشوفه أمنية، وواجب عليك عشان تستمتع بيها وتحصل عليها، واجب عليك انك تحارب لأجلها وتحافظ عليها وتدفع تمن وجوده في حياتك. ولكن بعد ما حس ان انت خلاص تهت فيه، غرقت فيه، عشقته، حبيته، عيشك في عالم كده من الخيال لوحدك، سبت صحابك، سبت اهلك، سبت زمايلك، سبت دنيتك، سبت شغلك، سبت كل حاجة لمجرد ان انت بس تفكري ازاي تسعديه، او تفكر ازاي تحميها وتحمي علاقتك بيها او علاقتك بيه. وبعد ما تأكد ان انتوا خلاص، رفع سيفه في وشك وبقى يقولك يلا بقى اديني حقي بقى، اديني حقي، ادي بقى كل حاجة. يعني كأنه كده قالك عشان تعدي ادفع، ادفع بقى فلوس، ادفع علاقات، ادفع تضحيات، اي حاجة كانت بتسعده انت كنت مطالب انك تدفعها ضريبة لمجرد انه يفضل موجود في حياتك، حتى وان كان في حياته اطراف اخرى وعدك انه ممكن يتخلى وينفصل لانه حزين ومكسور وضحية، وانت كنت الامل. هو كان بيوهمك بكده ان انت الامل الوحيد اللي ربنا بعته له عشان يقدر ياخد حياته لوضع افضل، فهيسيب وهيترك وهيتخلى عشان بس يكون معاك. وقدر يخليك تصدق ده،
ولما انت حسيت ان انت مش مؤهل انك تمنح كل اللي هو عايزه بنفس الطريقة اللي هو عايزها، او حسيت ان انت تخطيت حدود وحبيت تتراجع اعتبارا بقى لأي شيء، رفض وبعد وبيراهن عليك وبيراهن على رجوعك. عايزة اقول لك على حاجة، الشخص ده لو انت بتضع بينك وبينه حدود، هو متخيل ان انت بتجذبه او بتجلبه او بتشغله بطريقة غير مباشرة. يعني لما انت تنزل اغنية، شوف بينزل الاغنية دي عشاني، كاتب الكلمتين دول عشان لسه بيفكر فيا. يعني اللي هو بيحلله انت للأسف او اللي منكم اشخاص بتعمله بدون وعي. وان كنت، نصيحة بقى لله، وإن كنت بتعمل كده عشان متخيل إن ده ممكن يكون تأثير عليه أو تستعطفه أو يشعر بإن أنت مشغول بيه، فصدقني كل ده أنت بتأكد له فكرة إنك راجع راجع، فرجاء توقف. ده حتى لو أنت اختفيت بيعتبر إن اختفائك إن أنت بتثير فضوله أو بتثير غيرته، فكأنه لا لا. الحاجة الوحيدة اللي بتأثر على الشخص ده تأثير سلبي عدم رجوعك بشكل واضح، ان انت تقوله انا موجود، انا عايزك، انا محتاج لك. اما اي امور انت بتتبعها او اي اساليب بتتبعها جديدة او غير ان انت تروح له وجها لوجه او تبعت رسالة على طول ليه مباشرة، فكل دي بيعتبرها اساليب انت بتتبعها عشان ترجعه، وهو مش عايز يرجع، هو عايزك انت اللي ترجع. ليه؟ لان رجوعك انت في قوة ليه، رجوعك انت في دفع مقابل جديد من اللي هو كان عايزه وانت قد امتنعت عنه. رجوعك ليه في كذب للرهان اللي هو مراهن عليه، قلت لك بيراهن عليك. بس انا على فكرة انا اقدر اقول او ارفع كده القبعة لمجموعة منكم، لان في منكم اشخاص بالفعل انتصرت على الالم، انتصرت على الوجع، قدرت تخطو خطوات ثابته في حياتها وقادره تحقق ذاتها وقادره تنتصر وقادره توصل، او هتكون بالطريقه اللي انت بتتبعها يا صاحب المجموعه التاني. الشخص دوت على فكره استفزني وصوتي علا ويمكن الجيران سمعاني. الطريقه اللي انت بتتبعها هتبدل الادوار، بدليل ان انت هتكون قاعد مستقر وشايف احوالك ماشيه قصادك وامنياتك بتحقق، وهو هيشتد غضب وغيظ وندم وحرقه لو انت فضلت في مكانك وقدرت تخلي الشخص ده، خدوا مني الكلمه دي اسمعوها واعملوا بيها، قدرت تتماسك وتكمل بقوة وتبقى مبسوط وتبقى راضي وتبقى سعيد حقيقي حقيقي. خلي بالك، كونك ترسل إشارات تثبت من خلالها انك مبسوط وانت مش مبسوط بتبقى مفهومة، لان الشخص المبسوط حقيقي مش لازم يقول للناس كلها انا مبسوط، الناجح مش لازم يقول للناس كلها انا نجحت، الحزين مش لازم يعيط او يبكي قدام كل الناس والناس كلها تشوف دموعه. فانت هتعيش كل ده، هتعيش السعادة وهتعيش الاستقرار وهتعيش ان انت تحقق امنياتك، وهو هيعيش حالة الغضب المستمرة مع طول انتظار عودتك، وانت في عندك امور مهمة بالنسبة لك اولى بيك وهي نفسك. طيب تعالوا ناخد رسالة ليكم، وانا اسفة لو في اي اصوات خارجية سامحوني. رسالتك يا صاحب المجموعة التانية. العدالة يا صاحب المجموعة التانية. رسالتك بتقولك خذ الوقت الكافي لمراجعة التفاصيل، اقعد كده واهدى، بلاش تيجي على نفسك وضميرك يأنبك وتحس انك ضعيف، تحس ان انت امنيتك الوحيدة اللي اتحققت اتاخدت منك، او حد اخد حقوقك، او حد اثر عليك، او راجع وانت واعي لانت قدمت ايه
وحصلت على ايه؟ مقارنة بسيطة، وشوف مين فيها اللي كسب ومين فيها اللي خسر، ومين من حقه يبكي على خسارة إنسان كان معطاء وكان بيقدم، ومين من حقه يحتوي نفسه ويكمل حياته ويشتغل على نفسه ويوصل بنفسه للي هو نفسه فيه. وهو انت احتوي نفسك، اعرف انت كنت ايه بالنسبة للشخص ده. صدقني الشخصية دي لو انت ما كنتش فارق معاه مش هيراهن عليك وهينتظرك وهيراقبك وهيتابعك ويقعد كل يوم ينتظر منك رسالة، وإلا كان ادى ظهره ومشى. هو عطى ظهره لكن والله ما مشى ولا هيقدر يمشي. سوف تفوز في النهاية، رسالتك كملتها، سوف تفوز في النهاية، وفي قرارات عادلة وموضوعية هتاخدها هتكون لصالحك حتى وإن كانت ضد العالم كله، ولكن هتبقى لصالحك انت يا صاحب المجموعة التانية. يلا بينا نشوف مشاعر الشخص اللي على صوتنا ونرفزنا وعصبنا وزعل حتى الكروت وطاقته يعني ما شاء الله فل فل كده. تعال نشوف مشاعر الشخص ده ليك ايه وشايفك ازاي في الطاقة الحالية. بسم الله. خايف خايف، عارفين يعني ايه خايف؟ عارفين لما شخصية زي دي بتلاعبها بخداعها باستغلالها بفرض سيطرتها بمراهنته عليك يكون خايف؟ خايف. انت بتقولي ايه؟ بقولك خايف. عارفين خايف من ايه؟ خايف ان الايام تلف وتدور ويكون مجبر ان هو اللي يجيلك ويقدم لك الشيء اللي انت كنت متمسك بيه، او يتنازل عن الشيء اللي كان نفسه يجبرك عليه. طب الخوف ده بيتوجد بسبب ايه؟ بسبب انا فرحانة فيه، والله العظيم فرحانة فيه بسبب انه من خلال مراقبته ليك لقاك بدأت تتأقلم وتنسجم مع عالمك الخاص وتكون سعيد وقادر ان انت توصل لمرحلة سلام نفسي هو بيفتقدها. انت عمال تتجه بمركبك للسلام النفسي وهو عمال يبعد عن احساس. هو ما عندوش سلام نفسي، هو عنده خطط، فهو حاسس ان انت بدأت تبوظ كل خططه اللي دايما بيتبعها معاك وكانت بتنجح. انت جاي النهاردة وتبوظ لي كل حاجة. طيب هل هو خايف ان انت تكون مع حد غيره؟ لا، هو ضامن ان انت بتحبه وعارف ان انت حياتك بدونه مفيش، او صعب مش مستحيل لكن صعب جدا انك تتواجد في علاقة اخرى. ولكن انت بدأت تتأقلم، بدأت تحط رجل على رجل كده وتقول انا هعمل اللي بيتعمل فيا، او حاسس ان انت اصبحت تاخد موقف الرد فعل على افعاله، لذلك هو مرعوب. الشخص ده شايف ان انت شخص لا يقارن بأي حد، مختلف مميز. ولكن ليه بقى كلمة لا يقارن؟ الشخص ده كل الأشخاص اللي كان بيعرفها في حياته أو المحيطين به من نفس نسخته،
من نفس طريقته بنفس اسلوبه، لدرجة ان انا قلت لك وارد يكون الشخص ده كان كويس ولكن لقى كل المحيطين ناس نرجسيين او وصوليين او استغلاليين، فقال يبقى زيهم. فطبيعي المحيط ايه؟ كله شبه بعض، والطيور على اشكالها تقع. انت كنت الطير اللي مختلف في حياة الشخص ده، ومش وقعت بمزاجك، ولكن انت وقعت نتيجة تلاعبه، وانه كان وضعك هدف. فهو شايف ان انت شخص ما تتقارنش بحد، ومعنى انك ما تتقارنش بحد فعقله بيقوله انت ما ينفعش تتخسر. احنا نلعب عليك، نساومك، نراهن عليك، ننتظرك ونضغط عليك نفسيا لغاية ما تتعب وتيجي، انما انك تدي ظهرك وندي ظهري وكل واحد يبقى له طريق، لا والف لا. يعني متمسك بيا، متمسك بيك، بيراقبك بطريقة لا تتخيلها، بيراقبك ليل ونهار، وبيراقبك بناء يعني مش مراقبة لمجرد بس انه يطمن انك متواجد او ان انت وحيد. الشخص ده بيراقبك لانه عايز يرجع. بس طب لو رجع لك وانت ناضج وواعي وفاهم وفي قوتك، هتقوله لا معلش، اقف كده وتعالى لي كده بالراحة، وريني نفسك، وريني ملامحك انت راجع ازاي، عايز تقول ايه، عشان ان كان كلامك على هوايا فهكمل وهسمع، كلامك مش على هوايا فهقفل الباب وهمشي وهديك ظهري وهتركك لحياتك ولعالمك ولأوهامك أو لشخصيتك المزيفة أو الصورة المزيفة اللي انت أوهمتني بيها في الماضي، لكن ما عنديش استعداد انك تقولني بيها في الحاضر. هو حاسس بكل ده، وكل ده مخليه خايف ومرعوب ومحتاج انك ترجع كما كنت في الماضي. اللي بيجيلك بالبكاء تحتضنه، يجيلك بهموم الدنيا تحتضنه، يجيلك ده انا خسران وندمان ومشتاق ومحتاج وهموت وهتجنن ويا لهوي بالظبط. فترجع وتاخده في حضنك وتقول له انا اسف ان انا سمحت للايام تاخدك مني، او صدقت ان انت وحش، رغم ان انت الشخص ده على يقين ان انت شفت من الامور اللي كانت المفروض انك تدونها وتسجلها عندك وتعرف من خلالها انه لا يصلح لانه يكمل معك، كان المفروض انكم تنفصلوا عن بعض، ولكن انت حبك ليه كان بيخليك معلق ودايما منتظره او منتظر انه يرجع لما كان عليه في الماضي، لكن ما بيرجعش. مفتقدك ومنتظرك وبيراقبك وبيحبك وخايف 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 وخايف، وانا فرحانه فيه عشان الخوف اللي عنده ده رعب. الشخص ده ما عندوش استعداد انه يتركك ولا يستبعدك ولا يعتبرك مش موجود، وبيحاول يقاوم بكل ما فيه احساس الغضب والغيظ اللي بيحس بيه لما بيلاقيك قادر تقود حياتك ومعاند. هو شايفك معاند، شايفك عنيد، شايفك قوي، شايفك مستقر، شايفك قادر تقود حياتك، وشايفك شخص بتعمل اكتر من حاجة في وقت واحد، وكأنه بيقول بينه وبين نفسه طب ليه ما يدخلنيش ضمن اموره الحياتية ويرجع زي ما كان بيرجع. ما دام انت بتقدر، ما انت رجعت تستعيد قوتك اهو، ما دام رجعت تستعيد قوتك، ليه ما بتنساش زي زمان؟ ليه ما بتسامحش زي زمان؟ ليه ما بتحتاجلوش زي زمان؟ فالشخص ده محتار، ولكن ما عنده من الثقة اللي مخليه واثق ان انت برضه لسه متعلق بيه وبتحبه. فهو بيحبك، مش بيحبك، بيحب اللي بياخده منك، بيحب الطريقة اللي انت بتعبر بيها عن حبك ليه، بيحب ضعفك اللي بيشعر من خلاله بقوتك، بيشعر من خلاله بقوته. هو ضعفك بيشعره بقوته. تمام؟ طيب ليه بقى هو حاسس بالخوف؟ لانه حاسس انه مهدد. مهدد بايه اسماء؟ مهدد بانك تطرده من حياتك، رغم ان انت كنت اكتر انسان بتعرف تحتويه. مهدد بان انت اكتشفته على حقيقته وما عندكش استعداد تفتح له بابك وقلبك واخدت. بصوا انا قلت لكم هنا ايه، بصوا لي كده، هنا في طاقتك
انت عندك احساس، ركزوا في اللي انا بقوله، انت عندك احساس ان انت تركت بين ايدين الشخص ده شيء انت ما ينفعش تسيبهوله. فهو حاسس ان انت حتى اللي ليك عنده بكل جراءة وثقة انت خدته في ايدك ومشيت، وبقى هو اللي وحيد. فحتى اللي انت كنت دايما حريص انك ترجع عشانه بين ايديه، انت خدته معاك ومشيت. فهو عنده احساس انه مهدد بانه يتم طرده من حياتك، بل بالعكس الشخص ده عنده احساس انه بيطرد من الجنة، لان انت بالظبط كنت بالنسبة للشخص ده جنة، كنت مريحه، كنت بسطه، كنت مقعده كده يعني مدلل معزز مكرم، وانت اللي كنت بتبحث عن اسباب اسعاده او اسباب رضاه او اسباب تخليك مكمل معاه من غير ما يبذل اي مجهود. فانت كده طردته فعلا من جنتك، وهتخليه مشتت، هتخليه محتار، هتخليه مش عارف ازاي يبقى معاك وازاي يكون معاك وامتى وايه الطريقة اللي ترضيك. الشخص ده بيتمنى بكل ما فيه ان انت من خلال مراقبته مثلا ليك ان انت لا قدر الله تكون تحت ضغط او نفسيا مش احسن حاجة او عندك ازمة صحية لا قدر الله، ويعرف من خلال مراقبته ليك. ليه بقى؟ وكأنه منتظر لحظة معينة يطب عليك فجأة، عارف انك مش هترفضه، وهي اكتر لحظة هتكون انت ضعيف فيها صاحب المجموعة التانية. طيب تعالوا نشوف رسالة الملائكة لكم، بعدين نشوف القادم في علاقتكم بالشخص ده. بسم الله. رسالتك بتقولك ركز قوي على الاشارات اللي بتجيلك. واضح ان انت شخص حدثك عالي قوي، ويمكن انت فعلا شفت اشارات تؤكد ليك ان الشخص ده متلاعب، او الشخص دوت مش صادق معاك، او الشخص دوت وصولي او عايز يوصل من خلالك لشيء او يستسهل. يعني ممكن يكون المفروض ان في امر يتم ولكن بعد خطوات معينة، فهو كأنه عايز يوصل للهدف قبل ما يمشي الخطوات دي بالترتيب الطبيعي. فانت لما انت عملت نفسك مش اخد بالك، او لما مركزتش في الاشارات انت اتأذيت. ولكن صدقني حتى وان كنت بين شياطين وركزت على الاشارات اللي بتجيلك، وانت شخص حدثك عالي وشخص روحاني، هتقدر تحمي نفسك من اي انسان ومن اي شيء على وجه الارض. ومن خلال حمايتك لنفسك انت ممكن توصل للي انت عايزه. يعني انت محتاج ان انت تركز شوية وتربط الاحداث ببعض وتصدق احساسك، ويكون عندك كده قدرة على الرفض وعدم الخوف من ردود افعال اشخاص بتعرف نقاط ضعفك او بتعرف انت مفتقد ايه، لان الشخص ده حقيقي كان عارف انت مفتقد ايه وعرف يقدمه لك بشكل كامل. زي ما بنحط لقدام، انا اعذروني في المثال ده ولكن هو ده اللي انا بلاقيه انسب حاجه. بجيب انسان اجوعه واروح حاطله اكله طعم وريحه وحاجه كده، وبعدين اول ما ياكل لقمتين ويبدا يحس انه هيشبع اروح سحبه منه الطبق. بالظبط هو ده الشخص ده اللي عمله فيك. فخلي بالك منه وكون حذر حتى وانت بعيد. وده ليه بقول الكلام ده؟ خليك حذر في الامور اللي انت بتكتبها عن نفسك او بتعلن بيها او بتتعامل بيها مع نفسك، لانه هو بيفسر وبيرتب وبيحلل وبيدرس عشان يخطط للقادم. طيب تعالوا نشوف القادم في علاقتك بالشخص ده صاحب المجموعة التانية. الساحر. الساحر اللي ممكن يعمل اي حاجة عشان يوصل لهدفه، عشان يقول انا ما خسرتش، عشان ما يحسش ان تخطيطه طلع على الفاضي. فانت بتتعامل مع ساحر، ولان هو عارف قدراته وعارف ان هو ساحر واستخدم
أسلحته وإمكانياته كاملة متكاملة للتأثير عليك والسيطرة عليك، فقدر بمنتهى البساطة يدخلك دوامة ووقف يتفرج عليك من بره. طيب هل الوضع ده هيستمر كتير؟ لا. ليه مش هيستمر؟ لأن انت بدأت تدخله في دوامة الحيرة. ما بترجعش ليه؟ ما بتضعفش ليه؟ ما بتحنش وتشتاق ليه؟ ما بتوجدش طرق وأساليب جديدة للتواصل معايا ليه زي ما كنت بتعمل في الماضي؟ مش عايز ليه تمنحني السعادة والهناء والوصول للحاجة اللي هو كان بيتمناها أو اللي بيسعى عليها بكل ما فيه، زي ما كنت بترجع بكل ما فيك من مشاعر. انت كنت تغيب عن الشخص ده، ومن كتر ما انت محتاج له ومشتاق له انت كنت بترجع من غير ما يطلب منك، كنت بتمنحه. فليه؟ كأنه محتار. فصدقني صدقني يا صاحب المجموعة التانية، الشخص ده دخلك دوامة انت الى الان بتعافر عشان تخرج منها، وكل خطوة ليك للخروج من الدوامة دي بمقاومة تواصلك معاه بتدخله نفس الدوامة ومخلياه ماشي تايه، بيراقبك، متغاظ، متضايق، دمه محروق منك لدرجة لا تتخيلها، ومش عارف يعمل ايه عشان خاطر تبقى ضعيف، لان هو عارف انه استحالة هيجيلك، هو منتظرك. طيب في حالة بقى ان انت تتمسك بموقفك وتكمل حياتك وتحاول تعوض الخسائر اللي الشخص ده تسبب لك فيها، هو اللي هيحس بخسارة، هو اللي هيحس بندم، وهو اللي هياخد قرار بكامل قواه العقلية انه يتخلى عن اي شيء ويرجع ليك تاني لمجرد بس انه يخرج من حيرته. ايه اللي وصلك لكده؟ ايه اللي خلاك تتشغل عني؟ ايه اللي منعك من انك تجيني؟ فانا شايفة ان الشخص ده مش وضع احتمال انك تبعد، لا، هو في الطاقة الحالية منتظر عودتك وانت ضعيف، او منتظر زي ما قلت لك ان يلاقيك في اضعف حالاتك فيطب عليك وينزل عليك فجأة بطريقة غير متوقعة وبأسلوب غير متوقع، لمجرد انه يبان الملاك البريء اللي جاي ينقذك من الحالة اللي انت فيها لان انت صعبت عليه. طيب لو انت كملت بقوتك وعافرت وكملت في طريقك واستمريت في ان انت تحقق لنفسك الاستقلال والسعادة والنجاح، وانك تثبت للشخص ده مهما كنت ضعيف، انثى، بنت بتشتغل شغلانة ما ينفعش يشتغلها غير رجل قوي وعنده امكانيات معينة، يعني معنى كده ان في شيء مش طبيعي بيحصل. فانت لما توصل له الفكرة دي الشخص ده هيرجع، لان هو ما عندوش استعداد ابدا انه لا يتخلى عنك ولا يتخلى عن الشيء اللي انت كنت بتمنحه ليه. وهنا هتبان قوتك. شوف كارت المقلوب، عايز يعبر عن حبه ليك او عايز يقدم شيء يطور من خلاله العلاقة بشكل يناسبك او بشكل يرضيك عشان ترجع انت اللي تعبر عن مشاعرك ليه. علاقة تستحق خطوات منه لان انت كنت صادق في حبك ليه. فهو هيشوف بقى ان انا الاوان بقى ان انا اخد خطوة، لا لازم بقى، ما هو خلاص مهدد بالطرد. انت كده كأنك عارفين لما يكون في مباراة وانت رفعت الكارت الاحمر تفضل بره بقى، هو حس ان انت خلاص بتقوله تفضل بره. مشاعره منسية، هو عايز يعيش معاك ده وعايز يسمعك وانت بتعبر ليه عن حبه، وعارف ان انت الحب الصادق. فبالتالي ايه اللي المفروض يعمله؟ اللي هو يجيلك. يعني بصراحة انا قلت لك في بداية طاقة الشخص ده ما بيقولش كلمة غير وهو عارف ايه اللي هيجي من وراها. فلما يرجع لك ويحاول يختلق قصص او يحاول يخلق بداية جديدة معاك او صدقني مش بمنتهى البراءة ولا بان مشاعره اللي قادته ليك من غير ما يشعر، ولا الظروف القاسية اللي خليته جالك ندمان مشتاق حزين، لا، هو جاي عشان يعيد للعلاقة الشكل اللي كان بيرضي حتى وإن كان على حسابك انت. فخلي بالك، ركز على الإشارات. بس ده اللي أنا هقدر أقوله لك. تعالوا نشوف الأبراج اللي ظهرت معانا. بسم الله. دلو، جدي،
جوزاء، قوس، حمل، ميزان، عذراء، سرطان، ثور، عقرب، عقرب تاني، حوت، الطاقات الهوائية ميزان وجوزاء ودلو، ونارية أسد وقوس وحمل، وأخيرا برج الأسد. وبكده حبايب قلبي أصحاب المجموعة التانية قراءة كتام، أتمنى يا رب إن الطاقة ما تنطبقش على حد، ولكن لو انطبقت عليك الطاقة فأتمنى أن تكون رسائل القراءة وصلتك، وتكون يعني وصلت لردود على أسئلة جايز تكون بتدور بينك وبين نفسك. وبكده حبايب قلبي أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.